نقضي ساعات طويلة داخل المطبخ. نحضر الطعام للعائلة، ونعتقد أننا نقوم بكل شيء بشكل صحيح. لكن في الحقيقة، هناك عادات يومية بسيطة قد تؤثر على صحتنا دون أن نشعر. واليوم سنتحدث عن أشهر الأخطاء التي يفعلها الكثير من الناس في المطبخ. أول خطأ: إعادة استعمال الزيت المحروق عدة مرات. عندما يتحول لون الزيت إلى داكن ويبدأ بإصدار الدخان، فهذا يعني أن تركيبته قد تغيرت، ومع التكرار قد تنتج مواد ضارة بالجسم. لذلك من الأفضل عدم استعمال الزيت نفسه مرات كثيرة، خاصة بعد القلي العميق. الخطأ الثاني: غسل الدجاج النيء بالماء. يعتقد البعض أن هذه الطريقة تنظف الدجاج أكثر، لكن الحقيقة أن رذاذ الماء قد ينشر البكتيريا في المطبخ. أما الخطأ الثالث فهو وضع الطعام الساخن مباشرة داخل الثلاجة. الأفضل أن يبرد الطعام قليلا قبل حفظه. وهناك أيضا ألواح التقطيع، خاصة القديمة أو المتشققة. بقايا الطعام والرطوبة قد تصبح مكانا مناسبا للبكتيريا. حافظ على نظافة مطبخك، فالصحة تبدأ من التفاصيل الصغيرة. هل تعلم أن بعض العادات البسيطة في المطبخ قد تحافظ على صحتك وصحة عائلتك لسنوات؟ احرص دائما على غسل الخضر والفواكه جيدا قبل تناولها، فقد تحمل بقايا الأتربة أو المواد الغير النظيفة. وحاول ألا تكثر من السكر في المشروبات اليومية، فالاعتدال دائما هو الأفضل للصحة. كما يفضل استعمال الأواني النظيفة وتجفيفها جيدا بعد الغسل، لأن الرطوبة قد تساعد على تكاثر الجراثيم. ولا تنسى شرب الماء بكمية كافية خلال اليوم، فالماء سر من أسرار النشاط والصحة. ومن المهم أيضا تقليل الأطعمة المقلية والاعتماد أكثر على الطهي الصحي، مثل الشوي أو الطهي على البخار. واحرص على تنظيف الثلاجة باستمرار، والتأكد من صلاحية الأطعمة قبل استعمالها. تذكر، العادات الصغيرة التي نكررها كل يوم هي التي تصنع فرقا كبيرا في حياتنا. وإذا أعجبك هذا الفيديو، فلا تنسى الاشتراك في قناة طبخ جزائري سهل، وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد من الوصفات والنصائح المفيدة.